سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره. التفسير: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه. إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليسوا سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد فقد أفقدهم عقولهم. ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال رد على الذين ينكرون القيامة والبعث فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم، لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل
ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم، حيث تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه. وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر.